المغرب خسر ب5-1 في الكينجز ليج. Hey, send this to the Moroccan president, okay? Morocco, I want to wish you the best of luck against the USA. But the USA is better and we're going to win 5-1. اش بالك دابا ربحتي ب5-1 ولا شنو؟ That rule whereby the last 2 minutes see goals were double. Disappointment for Edwin Castro. He's down on his horn. واش شمسطي صاحبي المغرب غير مقصرين وضاحكين وبغيتي ما يوصلوش للدومي فينال؟ راه ما يمكنش يكونوا كنا معولين وغنمشيو باش نلعبوا بطوله. مازال نقول لكم تربحونا ب5-1 ولكن نمشيو غير مقصرين الدومي فينال يا جدك. راهو ورطك يا تبون، راهو ورطك ورط البلاد. خلينا من تبول واش من شد قريحه. شوف خليكم نشوف هذا بواحد يومين غنسمعوا السقيل. خليكم مرتاحين بكيو في خاطركم عادي. حنا ما مسالينش، حنا خليونا نفرحوا بمنتخبنا. Oh my god, Morocco's national anthem goes fucking hard. Chat, we are playing one of these teams. He wants to go to his right. Oh my god, bro. Oh my god, Morocco score. يلا رجع ولدي، رجع تفرج فينا. باقي عندنا الدومي فينال لاعبين، فهمتي؟ من هنا يومين جي مرحبا بك تفرج فينا واستمتع كيف ما استمتعتي شحال هذه مع اليابان. بكل صراحه كاينين واحد الحوايج. شوف انا كنتفرج اول مره نكون كنتفرج في كره من غير المنتخب الوطني في قطر، لا كونتر الاسبان بالضبط. لا اول مره نكون كنتفرج في كره وانا كبير وغنبكي قبل ما يبدا الماتش. شنو السبب؟ هو هادشي اللي غنشوفوا. عليكم معكم ماما مسيريرة. الله يسهل عليكم والله يوفقكم اليوم ان شاء الله وتجيبوا لنا الربح ان شاء الله مربوحه. ديما مغرب، ديما مغرب خالتي، ديما مغرب. واش بغيتوا خالتي تقول لكم ان شاء الله مربوحه وما تربحوش؟ دابا السر فين كاين؟ في الوالدين، في الامهات، في الاباء. اسمع معايا مزيان. سلام مهدي وليكيب كامل. ماكواش بور الماتش، الله يعاونكم مربوحه ان شاء الله. يلا فاموس. السلام عليكم، كي داير لاباس؟ الحمد لله. عليا وين الياس الناصري. تبارك الله عليكم، ربي يشرفونا وحنا فرحانين بكم والله يرضي عليكم والله ينصركم على من عاداكم. الله يا ربي، الله ينصركم على من عاداكم. واش بغيتوا كيفاش بغيتوا تخسروا؟ كيفاش بغيتوا ما توصلوش للدومي فينال وانتم معكم هاد الناس هادو كيدعيو معاكم؟ كيفاش بغيتوا ما تخسروا وانتم عندكم لولا الظروف معاكم اصاحبي؟ الظروف كلها حضرات. Bonjour à tout le monde, bon courage. Ce match est très important, on doit gagner. Bon courage à tout le monde. On est fiers de vous. On vous fait confiance. Et bon courage. Et bon courage, papa. We love you, Dad, and the whole country is proud of you. We know you're going to win because we believe in you. Good luck. Je t'aime, papa, et nous sommes très fiers de toi. Bonne chance. تفتخروا بكم ديما مغرب. ديما مغرب. دابا شوف ما بقاتش غير في الاباء ولا حتى الوليدات حتى هما السر ديال النجاح. كي داير لاباس؟ الحمد لله. نتمنىكم في هذا الماتش ان شاء الله تربحوا توصلوا فينا وتفرحونا وتديوها. السلام بابا، كي داير؟ مزيان بخير ان شاء الله تكون مزيان. اليوم ان شاء الله خصو يكون ربح ضروري وشكرا لكم. بون كوراج ان شاء الله. سلام بابا، ان شاء الله يوم تربحوا. الراقي انت ولدتي يا صاحبي. تحياتي للوليدات كاع اللعابه والاباء ديالهم، برافو عليكم والله يعطيكم الصحه كاملين. ولكن ناقصه شي حاجه، مازال ناقصه شي حاجه خصنا نشوفوها ضروري. ونتمنى الله باش تكونوا هاد العشيه يعني في ثاني ما يروح. خويا سعيد، جيت من 11 رجب بغيت نقول لك بلي من ديما وانا مآمن بك، واليوم الحمد لله في المرتبه اللي كنستحق. انا فخور بك وسيدي عزيز. كل هاليوم غادي تصير لولا الظروف يلعب ويماركي، حنا سايقين فيك. برافو لولا الظروف. الشرجم الحمد لله حضر وكل شيء حاضر. في خبركم واحد الحاجه، انه كاينين بزاف الناس ما عارفينش شنو واقع، ولكن كاينين بزاف الناس متبعين البطوله. حيت وانا كنتفرج تخيل معايا كنسمع الغوات من شراجم، راه ما يمكنش. خصكم تعرفوا هذا الشيء اللي درتوه، لانه الشعب المغربي دائما ما يبحث على الفرح. الشعب المغربي هو كداير شي غتكون ملعوبه شي مسابقه ديال البيع على المستوى العالمي المستوى الافريقي، غتلقى الناس كتشجع، غتلقى الناس كتتبع. هكذا دايرين حنا سبحان الله. فشكرا للدراري كاملين من
حتى لزيد، من الطرف من الرئيس ديال هذه الفرقه حتى لاخر واحد كيساعد الفريق. ايوا من بعد ما قلقنا امريكان، قلقنا اوكرانيا، ضروري نعاودوا نشوفوا الدوبل قطني ضروري. المهم كيتشاركوا في حاجه وحده بحال هكا، كيبداو يفرحوا لنا في الاولى سيدي، وكيبداو فرحانين حتى كيجيوهم الجواب. احنا هكا دايرين المغاربه، الريمونتادا، صبر على رزقك تنساليو، ما تزربش علينا الله يرحم لك الوالدين. تا شوف جوابك كتلقاه حتى الاخر، واش ما بغيتوش تيقون اننا غادي غير بالمسطين ورابحين؟ وتأكيدا لما قلته سابقا، فاحنا طبيعتنا النشاط خصو ضروري يكون جزء من حياتنا. كيف ما كانت الظروف كنخلقوا السعادة بأبسط حاجة. وشنو كانت التوقعات في داكشي ديال البطوله؟ التوقعات كيف ما كتشوف معايا الكل اختار المغرب. يعني هنا راه خصك تعرف انه راه المغرب ولا فهمتي، كتسمع امريكان والمغرب، وامريكان راه عندهم لاعبين مخضر واخا هما امريكا فهمتي اللاتينوس، ولكن في نفس الوقت ديما مغرب اشتري. باش تعرفوا انه الصدى ديال كاس العالم اللي لعبوا المغرب باقي كيلعب معنا الى غايه اليوم، باش تعرفوا التاثير ديال كره القدم على مستوى العالم، غير باش تفهموا هذه الاشياء هذه. وقبل ما نشرح لبزاف الناس اللي باقي ما فاهمينش، اللي انا شفت لي كومونتير ديالكم، فنحاول نشرح لكم في الاخر ديال الفيديو، حيت كاين بزاف الناس فاهمين، ما بغيوش تضيعوا لهم وقتهم، ولكن ربما تكون زاقلين شي حاجه، تبعوا معايا حتى الاخر. كل إنسان بروحي بجسدي أمامته أفنى ببني وبدنيا وكثرة الوران. حبس شوف، خليوها بيناتنا. شوف الله يرحم لكم الوالدين، غتمشيو لجوجل تجبدوا داك الشيء فهمتي، خليو داك الشيء بيناتنا الله يرحم لكم الوالدين. لا ما كندويش على اللعابه، كندوي على كل شيء بزاف. انتم راه عارفين دوزنا مدرسه وهادشي كامل. المقطع كان صعيب. نشرحوا ببساطه، بزاف الناس باقيين ما فاهمين شنو هي الكينجز ليغ، وكيفاش الكينجز ليغ، وشنو علاقه الياس المالكي بهذا الشيء، كيفاش لاعبين قدام بحال بوصوفه، حدراف، الراقي، مروان مزيريره، بن سلام، سعود، كيفاش هذا شكون نينجا نادير الى اخره. نشرح لكم بعجاله. كينجز ليغ هي بطوله كينظمها اللاعب السابق ديال اسبانيا وكذلك برشلونه، جيرار بيكي، هو اللي دار هذه المسابقه، هو اللي جاتو الفكره. علاش جات هذه الفكره؟ كره القدم فيها 90 دقيقه، ربما هي فيها تاكتيك، فيها بزاف ديال الحوايج ممله، فهو دار لعبه فيها كرة القدم ولكن بقواعد جديدة اللي كدير الإثارة، وكذلك كتخلي الناس تستمتع وأنها تتبع، ويكون داك الشيء فترة قصيرة ديال 20 دقيقة في 20 دقيقة، 40 دقيقة في التوتال. وكذلك في وسط الماتش كيكونوا مفاجآت، كتكون البداية بحارس ولاعب فقط، من الجهة الأخرى كذلك، من بعد منها كدوز دقيقة كيتزادوا جوج إلى آخره، حتى كنوصلوا ل 7 وكنبقاو لاعب. ما نشرحش لكم قواعد اللعبة لأنه غتاخذ لنا بزاف ديال الوقت، نشرح لكم غير شنو كيفاش حتى حنا لعبنا في هذه المسابقة. فجيرار بيكي باش انه ينجح البطولة كيدير مجموعة من الدوريات في مجموعة من الدول كإسبانيا وكذلك في أمريكا إلى آخره، ولكن في نفس الوقت دار المنتخبات حاليا، وباش يختار منتخبات فكيشوف شكون اللي عنده التأثير. علاش؟ باش يوصل هذه المسابقة هذه توصل لصيت كبير بحال دابا، ملي كتختار واحد المؤثر او لا واحد اللي عنده ارقام كبيره جدا في البلد ديالو في المنطقه ديالو. ملي كنجيو افريقيا افضل واحد من ناحيه الارقام هو الياس المالكي، تالف معاه دبر راسك. المهم حنا كنتكلموا هنا من ناحيه البطوله والارقام، والياس المالكي حاليا هو الرئيس ديال الفريق وانا معاه في كره مثل بلادي، انا معاه. شي حاجه اخرى من بعد يقولوا اللي بغيتو نقولوا اللي بغينا. المهم اختار الياس المالكي كاكثر واحد عنده تاثير على المستوى ديال افريقيا، وكان مثلا في الشرق الاوسط كان منتخب السعوديه. هذه ببساطه كيفاش حنا شاركنا. ولكن اللي متوقع من بعد هذا النجاح الكبير ديال المنتخب المغربي انها تكون عندنا بطوله ديال الكينغز ليغ في المغرب. من المتوقع وغالبا جيرار بيكي غيسعى باش يكون هذا الشيء نظرا للشعبيه، لانه لا دخلتوا شفتوا الارقام اللي حقق المنتخب المغربي ولا المقاطع ديال الريل ديال المنتخب المغربي، فغتلقاو بزاف وغتلقاو الملايين ديال المشاهدات. بالاضافه لانه مثلا الياس المالكي في منصه كيك كيحطم ارقام اكثر من يعني القناه الرئيسيه الناقله. هذا الشيء كان باختصار. لو بقات عندكم شي اسئله خليهم نجاوبكم عليهم في الفيديو الجاي. شكرا لكم بزاف 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 يا ابطال، الله يعطيكم الصحه، ونتمناو ان شاء الله اننا نفوتوا العقده ديال الدومي فينال يا رب. ما سهلاش صعيبه، وانا معاكم سواء في الربح ولا في الخساره. شرفتونا، الله يعطيكم الصحه. هذا نسطيري يحييكم، عاش المغرب ولا عاش من خانه. ما تنساش لايك كومونتير بارطاج.
Bye.